ادي الذكر يا جماعه. بصوا المؤخره بتاعته ادي مؤخره اهي، بصوا عامله ازاي مكبره. لو احنا دوسنا عليها برفق كده بصوا ايوه بتطلع الفوم الابيض. الفوم الابيض ده اللي هو تمام السائل بتاعه. اما بالنسبه للنتايه ادي النتايه اهي، بصوا فتحه المؤخره بتاعتها بتبقى اوسع من الذكر. النهارده يا جماعه هنتعلم ازاي في موضوع السمان نعرف الذكر من الانثى. طبعا الكلام دوت طبعا اللي بيعمل قطيع بياض، واللي طبعا اللي عايز عنده قطيع او باشرنا وتواصل معانا عشان يعرف الذكر من الانثى، عشان احنا قلنا طبعا الاناث بيبقوا كام والذكور بيبقوا كام. والنهارده ازاي هنعرف، استاذ فارس هيعرفنا ازاي نعرف الذكر من الانثى. ازاي نعرف الذكر من الانثى يا استاذ فارس؟ ده اسمه سمان فرد بيور. تمام. مش معنى كلمه بيور عشان ابيض، هو بيور ده حجم التحويل فيه بيبقى عالي. لا يا جماعه ده ذكر. لو احنا جينا على المؤخره بتاعته اللي هي فتحه الشرق تمام ودوسنا كده برفق تمام هيطلع فوم ابيض، هو ده السائل المنوي بتاع الذكر. فوم ابيض تمام. يا جماعه ايوه يعني دوس برفق كده تمام بيطلع الفوم دون اهو. تمام اهو ده الذكر اللي هو السمان. طبعا عرفنا الذكر، وطبعا شفنا الفوم الابيض اللي هو اللي كان الاستاذ فارس بيتكلم عليه، ودلوقتي طبعا هنشوف النتايه مع بعضينا. دي يا جماعه النتايه هي عند المؤخره بتاعتها مفيش فوم ابيض زي ما انتم شايفين، وادي مكان البيضه بتلاقي المؤخره بتاعتها بتبقى اوسع من الذكر كده يا جماعه. ايوه بتبقى اوسع من الذكر، وهي عليها بيضه دلوقتي اهي. ايوه البيضه اهي موجوده اهي. يعني احنا لما بنعمل الحركه دي في الذكر بيطلع فوم ابيض، لازم يطلع فوم ابيض. بتلاقي المؤخره عنده هنا مليانه شويه فانت بتدوس فيها ثواني كده. تمام. يعني مثلا دي نتايه ده اهو، ادي الذكر يا جماعه. بصوا المؤخره بتاعته ادي مؤخره اهي، بصوا عامله ازاي مكبره. لو احنا دوسنا عليها برفق كده بصوا ايوه بتطلع الفوم الابيض. الفوم الابيض ده اللي هو تمام السائل بتاعه. اما بالنسبه للنتايه ادي النتايه اهي، بصوا فتحه المؤخره بتاعتها بتبقى اوسع من الذكر وما بتطلعش الفوم الابيض دون. ولو حضرتك حطيت ايدك هنا برفق كده هتلاقي عليها بيضه اهي. لان ده القطيع البياض. تمام ده قطيع البياض. تمام. طبعا النهارده يا جماعه بكل بساطه عرفنا طبعا الفوم الابيض للذكر، وطبعا النتايه ما بتطلعش فوم ابيض. طبعا لاي حد بيعمل للقطيع، وده طبعا القطيع البياض. وزي ما حضراتكم شايفين كده طبعا اهوت السمان زي ما بيقولوا بيكسر، صح؟ بيكسر. خدت بالك؟ وطبعا يقوم بعمليه التخصيب يعني. ايوه بالظبط كده. فطبعا احنا دلوقتي عرفنا عرفنا اهوت هناك اهوت بيقوم كده يا جماعه. بيقوم بعمليه التوقيع للنتايه كده. تمام. بيطلع الفوم الابيض، وطبعا النتايه طبعا ما بيبقاش فيه الفوم الابيض. لا. وبتبقى فتحه الشرج بتاعتها. دي كمان برضه معلومه انك تعرف الذكر بدون لو ما عرفتش تفقسه في السن قبل ما يبلغ الجنس الكامل. بتلاقي الذكر عندك بيعمل صوت رنين عالي زيه زي البغبغان كده. ايوه تمام. غير الانثى خالص، الانثى ما بتطلعش صوت. الانثى ما بتطلعش صوت، لكن الاصوات اللي احنا بنسمعوها دي دلوقتي دي الذكور. لو انت ما عرفتش تفرزه وهو لسه صغير لقيت عندك نسبه ان هو بيقاقب صوت عالي نسبه عاليه، تعرف ان فيهم ذكوره كتير. بالظبط كده بالظبط. دي برضه بطريقه طبعا النهارده يا جماعه عرفنا طبعا نفرز النتايه من الذكر والقطيع البياض زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا كان معكم احمد شويبس واستاذ فارس رجب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.